محكمة سالزبورج حكمت يوم الخميس على شاب سوري عنده 25 سنة بالسجن 12 شهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة التهريب. الشاب اعترف انه نقل حوالي 160 شخص من المجر لألمانيا باستخدام عربيات والقطارات خلال شتاء 2022. المتهم قال قدام المحكمة انه اضطر يعمل كده بسبب ظروف المالية، واوضح انه نقل الناس حوالي 40 مرة وكان بيستخدم الفلوس اللي بياخدها لدعم اسرته في النمسا واهله في سوريا، وطلع ان الشاب تم استقطابه من عصابة تهريب وعدته بارباح كبيرة. المتهم عنده 3 أطفال وكان اتحكم عليه قبل كده في المجر ب8 شهور سجن، لكن بعد شويه تم ترحيله. المحكمه خففت الحكم المره دي لانه اعترف بكل حاجه وما عندوش سجل جنائي قبل كده، وكمان عنده فرصه يشتغل شغلانه بدوام كامل. القاضي قال ان الشاب نقل اسرته لمكان جديد عشان يبعد تماما عن العصابه. الجدير بالذكر انه كان جزء من شبكه تهريب مكونه من 10 افراد كانوا بياخدوا حوالي 600 يورو على الشخص اللي بينقلوه من المجر لألمانيا. السنه اللي فاتت 6 افراد من العصابه اتحكم عليهم باحكام مختلفه ما بين سنه مع ايقاف التنفيذ و4 سنين ونص سجن، وكمان محكمه استئناف في لينز زودت العقوبات على 3 منهم. كنت معكم انا بوتانا سلام، والى اللقاء.